أن يعرض. نعم. هذا الغراب وضعوا له قطعة لحم، ولكن يحتاج إلى 8 مراحل ليتمكن من الحصول على هذه القطعة من اللحم. هي داخل قفص أم ماذا؟ أو هم داخل قفص يعني؟ قطعة اللحم موجودة داخل القفص الزجاجي. الآن يراقب. والغراب خارج القفص؟ والغراب خارج. نعم. نعم. انظر هنا لدينا، سأوقف الصورة قليلا. لدينا قطعة لحم هنا. تمام. ولدينا عود صغير هنا معلق. ولدينا هنا عود كبير هنا في هذا الصندوق. تمام. هنا في الصندوق الأيمن هذا العود الكبير الذي يمكنه الحصول على قطعة اللحم، لأن قطعة اللحم داخل هذا الصندوق. تمام؟ طيب. الآن الغراب يجب أن يأخذ العود الكبير العود الكبير، ولكن لا يستطيع إخراج هذا العود. ماذا يفعل؟ ماذا؟ يحتاج إلى جمع هذه الحبات الثلاثة الحصيات هذه في الصناديق الثلاثة. تمام. يجب أن يخرجها. دول في حصاة. في حصاة. يجب أن يخرج هذه الحصيات الثلاثة، ثم يضعها هنا في هذا الزجاجي، اللوح الزجاجي، لتسقط ماذا؟ العصا الطويلة. فيأخذ هذه العصا الطويلة ويخرج بها قطعة اللحم. انظر كل ده الغراب يعمله؟ كل ده لو بني آدم مش هيفهم يعمل يعني انظر معي. إذا لدينا 8 مراحل. تمام. لدينا يجب أن يتم المرحلة الثامنة هنا الأخيرة. الأولى هنا يجب أن يلتقط العود. كما ترى. الآن يفكر ويحسب. انظر، عمليات رياضية معقدة يجريها. سبحان الله. فورا يبحث. انظر كيف يبحث، حتى الكلمة القرآنية دقيقة يعني. يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. خذ الخيط وخذ منه حتة عصاية صغيرة، قطعة عصا صغيرة. حاول بها لم يفلح. انظر. تمام. لم تخرج معه. أخرج الحصى الآن. انظر كيف يخرجها، يعني سبحان الله بطريقة عجيبة. انظر، سيذهب إلى الصندوق الذي يحوي العصا الطويلة ويضع هذه الحصى. هيطلع الحصى الثانية. الثانية. أذكى منا هذا الغراب جدا جدا. يعني لو إنسان كان هو عالم أنه لن تكفيه يقول يا محلى الجوع عند هدون السر. الجوع أحلى. طلع الثانية. الثانية الآن خرجت معه. انظر. الآن سيذهب ويضعها في الصندوق سبحان الله الزجاجي. لم تخرج. هذه المرحلة الرابعة الآن أتمها، ولكن غير كافية لكي يميل هذا الزجاج وتسقط العصا الطويلة. جاء بالحبة الثانية أو الحصاة الثانية، وضعها أيضا غير كافية. انظر، 6 مراحل خلال أقل من دقيقة. تمام. تصور. الآن سوف يأتي، أدرك أن هذه العود ليس منها فائدة، فرماها وأخذ الحصاة الثالثة. الآن سوف يضعها. خرجت أخيرا العود الطويلة. أخذها. انظر، سوف يذهب إلى قطعة اللحم. تمام. كل هذا من أجل الحصول على قطعة لحم. سبحان الله. ذكي. سبحان الله. سبحان الله. انظر كيف أخرجها، والمرحلة الثامنة انتهت خلال دقيقة تقريبا أو دقيقة ونصف. يعني هذا يندهش. عجيب عجيب. انظر ماذا يقول هذا الباحث. انظر ماذا يقول. صح. كيف يصنع الغراب هذا؟ أيوة. وكيف يعني. لا يؤمنون بالله. هو يقول كيف الطبيعة طورت هذا الغراب. يا أخي هذا موجود لدينا في القرآن. الله خالق كل شيء سبحانه. لذلك انظر كيف هذا الغراب دائم البحث. الكلمة القرآنية دقيقة جدا. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة. فبالله عليك دفن. يعني بيدفن. الدفن أسهل أم هذه العملية أسهل؟ الدفن بالنسبة له طبعا كثير. لذلك يعني هل هذا غراب مدرب على كيف يأخذ قطعة لا 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 ليس هذا تجربة علمية هذه. سبحان الله. يعني تجربة لأول يعني جاب الأقفاص وجاب قطعة اللحم ووضعها والأعواد الصغيرة والكبيرة وترك الغراب يبحث. معقول؟
لأنه جلس 10 ثواني يفكر ويحسب قبل أن يبدأ العمل، ثم بدأ وحصل على هذه القطعة. وأنا أحب أن أقول نعم، الله تعالى الذي سخر لهذا الغراب رزقه وأعطاه هذه الوسائل أيعجز أن يرزق إنسانا يقول لا إله إلا الله؟ لا والله. لا والله. فلذلك يجب علينا أن نتعلم من الغراب ألا نيأس وألا نحزن، وأن الله تبارك وتعالى الذي علم هذا الغراب قادر على أن يعلمنا سبحانه وتعالى.